السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، حياكم الله عز وجل وبياكم وجعل الجنة مثواي ومثواكم. الحمد لله الذي فتح باب التوبة على عباده في كل حين، فإنه لا يقفله حتى تشرق الشمس من مغربها أو حتى يصل الحال بالعبد إلى الوفاة أو إلى الغرغرة. اليوم أيها الإخوة الكرام سوف أستضيف أحد الإخوة الأحباب الذين عرفوا بالغناء والموسيقى في العقد الماضي. هذا الشاب حققت أغانيه في العالم العربي شهرة واسعة، وأصبح من أشهر المغنين المغاربة في الوقت الذي كان يغني فيه، تقريبا في سنة 2001-2002. ولكنه فاجأ أحبابه ومحبيه في سنة 2011 بمقطع فيديو يعلن فيه أنه اعتزل الغناء وأنه تاب منه إلى الأبد، ثم اختفى ولم يعد يتكلم أبدا لا بالسلب ولا بالإيجاب عن ماضيه الغناء ولا عن مستقبله الذي يمكن أن يكون إنشادا أو دعوة على الأقل أو تلاوة للقرآن الكريم. فنريد أن نتعرف إن شاء الله تعالى على قصة توبته وعلى كيف قرر وكيف اتخذ قراره بأن يتوب وكيف يعيش الآن. أقدم لكم أخي وحبيبي محمد رزقي، المعروف سابقا بالشاب رزقي. أخوي محمد، أهلا وسهلا بك. بارك الله فيك. كيف أحوالك؟ الحمد لله، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. أنا سعيد بلقائي معك، وأتوجه بالشكر لك وللإخوة القائمين على تسجيل هذه الحلقة، ومرحبا بي عندكم. الله يبارك فيك. أولا أخي محمد، نريدك أن تعرفنا بنفسك. إياه، أنا اسم كامل محمد رزقي، من مواليد مدينة الدار البيضاء، متزوج وعندي أولاد. عندك أولاد، الله يبارك لك فيهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلهم لك ذخرا في الدنيا وفي الآخرة. آمين. أخي محمد رزقي، كيف قررت أول مرة أن تدخل إلى عالم الفن وإلى الغناء؟ يا أخي، أنا لم أقرر أن أدخل إلى عالم، دخلت إلى عالم الغناء والموسيقى عن طريق الخطأ، يعني أنا أعتبره زلة قدم. عرفت الغناء منذ الصغر، حيث كنت أشارك في احتفالات بالأعياد الوطنية كعيد العرش وعيد الشباب وثورة الملك والشعب. ثم بعد ذلك في المرحلة الثانوية قمت بتأليف بعض الأغاني وتلحينها، ولاقت قبولا بين أصدقائي، ثم بعد ذلك كانت الانطلاقة في ذلك المجال. يعني تقريبا بدأت الغناء وأنت في سن 19 أو 18. نعم. أو بدأ ظهورك في سن 19 و 18. أخي محمد، بعض الأغاني التي غنيتها خاصة سنة 99 و 2001 عرفت شهرة واسعة، أصبحت الشوارع تتغنى بها. أنا أذكر مثلا أنني كنت أسمع في الطرقات وفي الشوارع أغنية أنا الغلطان وماشي انتي، كانت يعني عابسة لكل الناس، وحققت تلك الأغاني شهرة كبيرة كان يتمناها أي إنسان، بل كثير من المغنين والمغنيات كانوا قبلك وعندهم ماض أكبر منك ولم يحققوا تلك الشهرة. فكيف فكرت في أن تترك كل هذه الشهرة في لحظة من اللحظات؟ سبحان الله. أولا الحمد لله، يعني هذا الشهرة في ذلك يعني تلك الشهرة شيء لا يشرفني، والله الذي لا إله إلا هو إني لأستحي من نفسي حينما أذكر أنني كنت مغنيا. سبحان الله. يعني هذا شيء لا يشرفني، وأنا كنت في صراع، أعيش صراعا داخليا بين الحق والباطل، ولم أكن قط سعيدا، لم أكن قط سعيدا أبدا أبدا أبدا. وكنت أتمنى التوبة والإقلاع عن هذه المغامرة
والخروج من هذا المجال. وكنت في ضنك من العيش رغم الشهرة ورغم المال ورغم السفر ورغم يعني كل ذلك كله لم أكن سعيدا، وكنت أعيش في ضنك من العيش، إلى أن قدر لي الله سبحانه وتعالى الإقلاع عن الغناء والموسيقى والاتجاه إلى طلب العلم ومحاولة حفظ القرآن العظيم والتدين بصفة عامة. الآن الحمد لله أعيش يعني السعادة الحقيقية كما تعلم يا أخي في طاعة الله. أما سعادة الغناء والتمثيل وما إلى ذلك بصفة عامة سعادة زائفة. هذا ما كان يعني أن المغني والمشهور ليس سعيدا، ما كيجيب الناس يعني كيشوفوه من البعد بأنه راه سعيد وراه عايش سميتو، وأنا هذه شهادة أقولها يعني لا ليست تلك سعادة، وإنما إنها سعادة زائفة مزيفة. ماشي سعادة. السعادة سبحان الله العظيم قد ما الإنسان أطاع الله سبحانه وتعالى واجتهد في عبادته بما شرع قد ما تكون سعيد، وقد ما الإنسان ابتعد على عبادة الله وعلى الطاعة ديالو تكون شقي. نسأل الله السلامة والعافية ونسأل الله الثبات. طيب أخي محمد، هل كانت هناك أسباب حقيقية دفعتك مباشرة للتوبة والإقلاع؟ يعني كان هناك مخاض، كنت تنوي التوبة، ولكن الأسباب الدافع، لأن الإنسان قد يحب أن يتوب ولكن تمنعه موانع، فما هو الشيء الذي كان يدفعك إلى التوبة؟ نعم، هو الحمد لله كل شيء بفضل الله سبحانه وتعالى، لا حول عن المعاصي ولا قوة عن الطاعات إلا بالله، وإنما الإنسان لا بد أن يأخذ بالأسباب ولا بد أن يجتهد. أنا يعني هذا الأمر هذا كان فضلا من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يسر لي هذا الأمر على مراحل، والحمد لله ابتليت ببعض الابتلاءات كانت سببا في إقلاعي عن الغناء والموسيقى. يعني وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كان في تلك المصائب والابتلاءات التي ابتليت بها في ذلك الوقت كانت سببا في إقلاعي عن هذا الغناء والموسيقى. الحمد لله رب العالمين. هل واجهتك يعني واش لقيتي شي معارضة من الأحباب الأصحاب الفنانين؟ أي نعم هذا من جهل بعضهم، يعني كانت معارضة، وكان لدرجة أن بعض الناس اتهموني بالجنون ولكن الحمد لله أنا مقتنع بأن الغناء الذي كنت أغنيه والموسيقى حرام، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. والله سبحانه وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العلماء قالوا بأن المعازف والموسيقى حرام، وأنا لا أريد الخوض في هذه الأمور كثيرا، وإنما أنا مقتنع بأن ما كنت أغنيه حرام، لذلك تركته طاعة لله إن شاء الله. أخونا محمد رزقي، هل بعد أن أعلنت التوبة أصبحت متشددا متعسفا، يعني تنبذ الناس؟ لا بالعكس، هو التشدد يأتي من ماذا؟ يأتي من سوء فهم الإسلام. الإسلام ليس فيه تشدد، بل الإسلام دين وسطية واعتدال، والتشدد يأتي من الجهل. يعني الإنسان لما ما يعرفش الدين الحق تمشي للتشدد. بالعكس، إنسان سبحان الله العظيم، أنا أوصي يعني الشباب بطلب العلم الصحيح وبالسمع والطاعة لولاة الأمور، لأنه ما جنى الخروج عن الحكام إلا المصائب والويلات والتشدد كما نرى والفتن، نسأل الله السلامة والعافية. أما التشدد والتكفير فهذا يأتي من الجهل ومن سوء فهم الإسلام. وأنا ولله الحمد لست متشددا أنا إلا أنني أقلعت عن الغناء والموسيقى، وأحاول جاهدا أن أكون إنسانا صالحا مصلحا إن شاء الله. هذا هو الأمل في الله سبحانه وتعالى. يعني دوك اللي كيقولوا الشاب رزقي خطفوه غسلوا ليه الدماغ ديالو أثروا عليه، كلام لا أساس له من الصحة. لا أساس له من الصحة. لا أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وأعوذ بالله من التشدد ومن الغلو ومن التكفير.
بل أنا الحمد لله محمد رزقي مسلم، لست بمتشددا ولا تكفيريا كما يقول البعض، لأنه لا، ما قال لك حد، أنا غير قلت واش الحمد لله لم يتهم كاع حد شيء، ولكن يقول تشدد أو من الناس وهذا من الجهل كما قلت سبق وأن قلت، من الناس من يرى أن كل من التحى، كل من أرخى لحيته صار متشددا، وهذا من جهله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ملتحيا وأمر بإعفاء اللحية، ووردت أكثر من 6 أو 7 أحاديث صحت في وجوب إعفاء اللحية. وهذا مجرد إعفاء اللحية ليس بتشدد، يعني ليس بتشدد. بعدما تركت الغناء، ما هي وسيلة الكسب التي تعتمدها حاليا؟ شوف أخي سي فؤاد، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. احنا كمسلمين عندنا يقين في الله سبحانه وتعالى. لا، الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. أكيد. والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وأنا ولله الحمد تركت الكسب من الغناء، فعوضني الله سبحانه وتعالى الكسب من عرق جبيني ومن كد يدي، ولله الحمد والمنه. يعني خدام بدراعك حاليا. فوالا. الله يبارك لك ان شاء الله تعالى. علاش ما فكرتيش دير انشاد او الامداح كما تسمى باللهجه المغربيه؟ وصراحة لست متحمسا للإنشاد. أنا أنشد حينما أكون في البيت مع أولادي ومع زوجتي، أنشد مرة. أما بصورة احترافية ربما من بعد، وإنما لست متحمسا لهذا الأمر. طمعتينا نسمعوا شي. المهم أخويا محمد، هل عرضت عليك عروض لكي تنشد بشكل رسمي، بشكل نعم احترافي؟ نعم، تلقيت بعض العروض من بعض المنتجين، خاصة في بلجيكا الديار الأوروبية، إلا أنني رفضت هذه العروض، لأن كما سبق وأن قلت لست متحمسا للإنشاد وغير ذلك، لست متحمسا له. بغيت نعرف شنو الرسالة اللي يمكن توجهها للناس اللي باقي كيتصنتوا الأغاني ديالك، واللي باقي كينشروا الأغاني ديالك في المواقع الإلكترونية وفي قنوات يوتيوب وما إلى ذلك. شنو كتقول لهم يا أخي؟ هذا شيء يحز في القلب، والله يحز في القلب. وأنا كما سبق تبرأت من هذه الأغاني ومن هذه المعازف، تبرأت منها. أوصي هؤلاء الناس أن يتقوا الله، وأن يتركوا الاستماع لهذه الأغاني، وأن يستمعوا إلى القرآن ويفهموه ويعملوا به. وأوصيهم ونفسي بتقوى الله. هذا مكان. من ناحية الدعوة سيدي محمد، هل عندك مشروع دعوي قمت به، تقوم به، تفكر فيه؟ إن شاء الله هناك مشروع، إن شاء الله مشروع ستكون لي مساهمة يعني بسيطة جدا فيه، ألا وهو مشروع إنشاء مركز إسلامي بالديار الأوروبية، وذلك رفقة الشيخ الأستاذ إبراهيم أقسقوس والشيخ الداعية الأستاذ صلاح قوام، بالإضافة إلى أخي وصديقي يونس الجود. إن شاء الله غيكون واحد المشروع إن شاء الله، وهو إنشاء مركز إسلامي بالديار الأوروبية. وهذا المشروع ستكون لي مشاركة بسيطة فيه، وهو من إنجاز إن شاء الله الشيخ الأستاذ إبراهيم أقسقوس، وهو مدير أحد المدارس العتيقة بضواحي مراكش، وبالضبط في أمزميز، وأستاذ الداعية صلاح قوام، بالإضافة إلى أخي وصديقي يونس الجود. ستكون لي مشاركة بسيطة في إنشاء هذا المركز إن شاء الله. ومن أهداف هذا المركز الدعوة إلى الإسلام المعتدل، إلى الإسلام الحق، لأن الإسلام أصلا هو دين الوسطية والاعتدال، بعيدا عن الغلو والتكفير والفتن. يعني هذا هو الهدف ديال هذا المركز، هو نشر تعاليم الإسلام السمحة بالديار الأوروبية، والدعوة إلى الإسلام المعتدل، والبعد عن التطرف والتشدد والتكفير. جزاك الله خيرا.
إخواني في الختام، أسأل الله عز وجل أن يثبت أخانا محمد رزقي على هذه الطريقة التي هو عليها، وأوجه رسالة إلى إخواني وأخواتي المسلمين والمسلمات الذين ما زالوا ينشرون بعض أغانيه وبعض ألبوماته القديمة في مواقعهم وعبر قنوات يوتيوب بأن يتقوا الله عز وجل فيه، وأن لا ينشروا هذه المقاطع حبا في الله عز وجل وحبا في هذا الرجل المسلم الذي نسأل الله عز وجل أن يكون في توبته إن شاء الله تعالى كل الخير للأمة الإسلامية. إخواني الكرام، لا أنسى أن أسأل الله عز وجل لكل مؤمن ومؤمنة يريد أن يتوب إلى الله عز وجل أن يوفقه إلى التوبة النصوح. وفي الختام أودعكم وأسأل الله عز وجل أن يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خويا محمد، الله يوفقك وجزاك الله خيرا على قبول هذه الدعوة. بارك الله فيك، جزاك الله خير. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأسأل الله أن يحفظ بلدنا وسائر بلدان المسلمين، وأن يحفظ ملكنا، وأن يصلح به البلاد والعباد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.